اهلا بيكم متابعي كرة بوكس الكرام، وفيديو جديد لقاء يتجدد بحضراتكم مع خدمة كرة بوكس، الخدمة الخبرية الحصرية اللي بنقدمها لحضراتكم، اخبارنا من قلب الحدث بالتواصل مع المصادر مباشرة. يعني كل يوم بنحاول ان احنا ننقل ليكم بحسب معلوماتنا ومعلومات اللي تكون الواردة الينا تفاصيل اخبار مهمة لحضراتكم. خلونا ندخل على تفاصيل الخبر اللي معانا النهاردة، ليه علاقة بالنادي الاهلي وصفقات النادي الاهلي اتم صفقة مصطفى العش، لاعب زد استعاره الاهلي لمدة 6 شهور، يعني كتجربة، ولو الأهلي أراد إن هو يشتريه مفيش مشاكل. لكن في بحسب معلوماتنا يعني في النادي الأهلي في صفقة تانية على رادار الأهلي، وصفقة ممكن تخلص خلال الساعات اللي جاية. وفي قلب الدفاع برضو، ده ترشيح من لجنة التخطيط، ويعني كولر بدأ ان هو يكون يعني عنده صدر اكبر ان هو يناقش اقتراحات لجنة التخطيط، طبعا بعد الاصابات اللي ضربت صفوف الفريق. الصفقة الدفاعية هي بركات حجاج، لاعب سموحة، والاهلي برضو بيفكر ان هو ياخده بنظام الاعارة زي مصطفى العش. بركات حجاج من اللعيبة يعني اللي هي واخدة ثقة لجنة التخطيط، وشايفين ان هو لعيب كويس جدا، وبادئ الموسم مع سموحة بشكل كويس. عن محمد ربيعة كمان، يعني هما مرشحينه عن محمد ربيعة، هم شايفينه افضل ولايق على الاهلي اكتر، والاهلي محتاجه اكتر، والملف قدام كولر. كولر فتح خلاص فتح ذراعيه للتعاقد في خط الدفاع بعد فكرة رحيل خلاص يوسف أيمن، وكمان يعني إصابات أشرف داري المتكررة، ما فيش ثقة في خالد عبد الفتاح كبيرة، فبالتالي الفريق مقبل على مباريات صعبة، فبالتالي ممكن جدا الأهلي يتعاقد مع بركات حجاج. افتكروا الخبر ده كويس، لغاية 31 يناير أو لغاية 6 فبراير بقى. 31 يناير كده الإفريقي، ولغاية 6 فبراير كده المحلي. افتكروا الخبر ده كويس، وافتكروا المعلومات دي كويس. بركات حجاج قد يكون صفقة دفاعية أخرى للنادي الأهلي بنظام الإعارة برضو خلال الميركاتو الشتوي الجاري. كده انتهى الفيديو بتاعنا الخاص بصفقة الأهلي التانية المنتظرة في خط الدفاع. طبعا الصفقة التانية المنتظرة في خط الدفاع. اشوفكم في فيديو جديد، وصباحكم ومساءكم زي الفل.